انتي مش ام وحشة، انتي ام محترقة نفسيا. الحقيقة اللي محدش بيقولها ان 85% من الامهات بيكون عندهم احتراق نفسي مستمر، بس مش عارفين يطلبوا مساعدة عشان المجتمع كله بيحسسهم ان اللي هم فيه ده حاجة طبيعية. تعبانة طول الوقت حتى لو نمتي كفاية، بتتعصبي على اولادك على اتفه الاسباب، ما بقيتيش بتستمتعي باي حاجة كانت بتخليكي سعيدة زمان، حاسة انك مش قد المسؤولية ومش عارفة تواكبي، بتحسي بالذنب انك بتتمني تهربي من كل ده. الاحتراق النفسي للأمهات حقيقي ومؤلم، بس الخبر الحلو انه ليه علاج وتقدري تخرجي من الدايرة المفرغة دي. مش لازم تفضلي تعيشي كده وتضحي بصحتك النفسية عشان خاطر كل الناس اللي حواليك. بعد ما جالي امهات كتير كانوا بيتعرضوا وبيمروا بنفس الحاجة، فانا حبيت اجي النهارده واقول لكم ان ده طبيعي. ودايما بنقول على الامهات ان هي سوبر مام، وندر مام، بس في نفس الوقت مش بنعرف نديهم الادوات اللي تقدر تساعدهم ان يعيشوا حياة صحية ومتوازنة. دلوقتي انا بشتغل على كورس يقدر يساعدك في الاحتراق النفسي ده وتقدري تسترجعي نفسك تاني. لو مهتمة اكتبي كلمة احتراق في الكومنتس تحت وهنبعتلك كل التفاصيل وهنحطك على الويتنج ليست.